أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء الأربعاء أحكاماً في ملف يتابع فيه النائب البرلماني محمد أبركان إلى جانب مجموعة من المتهمين، من بينهم نجله جواد أبركان رئيس جماعة إعزان. وحسب مصادر مطلعة فإن الغرفة برئاسة المستشار محمد بن معاشو قررت إلغاء القرار المستأنف فيما يخص تهمة الرشوة ضد محمد أبركان، وقضت ببراءته من هذه التهمة، كما أسقطت عنه تهمة تسليم شواهد إدارية لشخص دون سند قانوني ومنح إعفاء من أداء رسوم دون إذن من القانون. في المقابل قضت ببراءته من باقي الجنح، معتبرة أن الدعوى العمومية سقطت بالتقادم. كما شمل قرار المحكمة تبرئة المتهمين حجي محمد، إدريس أمغار، أحمد سلام، مصطفى العادك وجواد أبركان من التهم المنسوبة إليهم، مع التأكيد على سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وتأييد القرار المستأنف في باقي مقتضياته، مع إرجاع الكفالات المالية وإلغاء تدابير المراقبة القضائية. في المقابل قضت الغرفة الاستئنافية بعدم مؤاخذة البرلماني أبركان من أجل التزوير، الغدر، إنشاء تجزئات غير قانونية واستغلال النفوذ، مؤكدة أن ما نسب إليه لا يرقى إلى الإدانة والحكم ببراءته. أما بالنسبة لكل من حمزة بركوش وابن يعقوب الحجري نائبي رئيس جماعة إعزان، فقد تمت مؤاخذتهما من أجل المشاركة في تسليم شواهد إدارية غير قانونية، وحكم عليهما بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما وغرامة 10,000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً، في حين تمت تبرئتهما من باقي التهم. كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة جواد أبركان رئيس جماعة إعزان ونجل البرلماني محمد أبركان من أجل ما نسب إليه، وحكمت ببراءته، إلى جانب موظفين جماعيين ومهنيين كانوا متابعين في نفس الملف.